لو بصيت كده على أنجح الأفلام اللي قدمتها السينما هتلاقي الأفلام دي بتشترك في حاجتين مهمين جدا، وهما القصة القوية اللي بيقدمها ليك الفيلم وشخصية الشرير الفيلن اللي الكاتب متعمد يخليها تخطف الأنظار من البطل. مش بس كده، انت كمان ممكن تفضله على البطل وتحس انه مش شرير. لكن فيلم الكيت-كات أثبت إنه مش شرط إن الفيلم اللي أنت هتقدمه يكون فيه قصة قوية عشان ينجح، ولا يكون فيه كمان شخصية شرير كاريزما تخطف الكاميرا من البطل بتاعك. أسرار وكواليس كتير هتعرفوها عن فيلم الكيت-كات، كل ده وأكتر هتعرفوه في فيديو النهاردة. بس قبل ما أكمل كلامي ياريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لأن المشخصاتي هيبدأ الحكاية بتبدأ في سنة 1991، وبيكون راوي الحكاية المخرج داوود عبد السيد، اللي بيقرر إنه يحول رواية ملك الحزين للأديب إبراهيم أصلان لفيلم. الفيلم ده هيكون من أنجح أفلام السينما المصرية، والفيلم ده بيسميه الكيت-كات. فيلم الكيت-كات من الأفلام اللي بتعتمد على نظرية إن المكان لازم يكون هو بطل الحدوتة، وده اللي هتشوفه في فيلم الكيت-كات. المخرج ركز على منطقة الكيت-كات وقدر يبرز كل الجوانب اللي فيها وإزاي الناس بتعيش في المنطقة دي، وكمان يصور لنا حياتهم، وده شفناه من خلال شخصيات الفيلم الرئيسية. أولهم طبعا شخصية الشيخ حسني الكفيف. الشيخ حسني ما بيعيش صراع خارجي مع فيلم في قصة الكيت-كات، حسني بيعيش صراع داخلي مع نفسه. حسني رافض يعترف انه اعمى وما بيشوفش، وده اللي ابنه بيحاول يقنعه بيه طول احداث الفيلم. رفض حسني وعناده انه ما بيشوفش شفناه في اكتر من مرة. اول مرة لما مسك الموتوسيكل وقرر يسوقه، والموقف التاني لما كذب على صاحبه الكفيف واقنعه انه بيشوف لكنه ما بيشوفش. نفس الصراع الداخلي اللي مر بيه الشيخ حسني ابن يوسف كمان كان بيمر بيه. يوسف طالب جامعي بيعاني من مشكلة البطالة. يوسف بيحلم حلم صعب جدا انه يتحقق. يوسف نفسه يهاجر البلد عشان يعرف يبني مستقبله، لكنه ما بيكونش عارف يعمل ده لان التمن غالي جدا، والحل الوحيد عشان يوسف يهاجر ان ابوه يبيع البيت. طيب مش كنت تعمل لنا رز؟ يا اخويا سمي بالله وكل. بسم الله. نفس الصراع الداخلي كانت بتعاني منه شخصية الأم اللي جسدتها لينا الفنانة أمينة رزق. الأم عانت من مشكلتها مع ابنها حسني، كان نفسها ابنها يكمل تعليمه الأزهري وينتشلها من الفقر، لكن حسني بيجري ورا كيفه والدوبامين اللي كان بيصبره على الحياة، والدوبامين ده كان بيجيله لما يمسك العود. ومشكلة الأم زي ما اتكررت مع ابنها برضو اتكررت مع حفيدها يوسف، اللي نفسها برضو انه يفوق لحياته ويشوف مستقبله، لكن للأسف يوسف ما بيكونش عنده نفس رفاهية الاختيار اللي كان عند أبوه. يوسف كان مجبر على حياته اللي من غير روح. الميزة في الصراعات اللي بيمر بيها أبطال الفيلم إنها صراعات مفتوحة زي حياة الإنسان بالظبط، اللي بيفضل في صراع أبدي مع نفسه ومع متغيرات الحياة. من الحاجات اللي ميزت الفيلم كمان الموسيقى التصويرية، ودي حاجة لازم نحيي عليها راجح داوود. الفيلم كمان قدم لنا محمود عبد العزيز الممثل. محمود عبد العزيز من خلال الفيلم ده والشخصية الصعبة اللي قدمها كان عايز يقول إنه مش مجرد ممثل وسيم، لأ، هو قادر ببراعة منقطعة النظير إنه يقدم أي شخصية، وده اللي نجح فيه محمود عبد العزيز. تقديم شخصية الكفيف بيكون صعب على أي ممثل، خصوصا إن النوع ده من الشخصيات بيطلب من الممثل إنه يشتغل على لغة جسده ويوظفها صح عشان فعلا المشاهد يصدق إنه أعمى. بالرغم من المميزات الكتير اللي الفيلم حظى بيها، إلا إننا برضه مش هنلغي جوانب الضعف اللي كانت في الفيلم. الفيلم عانى من جوانب ضعف كتير، أهمها برضه زي ما ذكرت وهي القصة فاضية خالص، وده اللي خلى ناس كتير من الجمهور تشوف إن فيلم الكيت-كات فيلم ممل وما يستاهلش كل الضجة اللي خدها وقت عرضه. كمان نهاية الفيلم كانت متكروتة بشكل غريب، لكن في النهاية يظل فيلم الكيت-كات واحد من أفضل أفلام داوود عبد السيد، اللي قدر يكون هو الراعي الرسمي لحي الكيت-كات. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. وترمسها طلع في صدري وجعاني. ايه؟ انا اسمي حسني. اهلا اهلا. انت رايح فين؟ رايح حاجة. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.